لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. مرزان خوش حالم لواني نوصت نوت بينز لوانا كاين تفسير قرآني في رزبيمة وخزمتان ومبس رزامن دي رب العالمين وهيوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. برخوش وسان ديارة لدو آت بيشي وآتا وكلواني رابردو لخزمتي دابوين. رب العالمين باسل واقعي حنين كرت ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لو دعاتي بيجو ترخواي قرباسي لواقعي حنين كرد كاتك ومسلمانان عدديان زور بو يترواتي جيشن أو عدد زور أو جمال زورا تواب لن نغلب اليوم من قلة أو رول بركمينا دورين يترواي لهات سبحان الله بحسابات بشري وبلام لا إخواي قور سبحانه وتعالى وانية لو توشي شكستيك بن لسرتا كيدا وابو كوتنا ناو كميني كافر كانوا هلاتن زيشي زيات لدوازده هزار نفري برانبر بزيشي 4000 نفري خوي رانقر تنها اوي كما و پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم لقل صد پیاوك لدورو بري ايترو ابو پاشان وەک خوای گەورە فەرمی خوای گەورە سبحانه وتعالى سەکینەی خۆی ڕەوانە کرد سەکینەی خۆی دابەزاند بەسەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەسەر ئیمانداران و هەروها مەلائکەت دابەزین وعذب الذين كفروا ئیتر لە نەتیجەدا طبعا بەنەسرەتی مسلمانان تەواو بوو بە قیادەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەک خوای گەورە فەرمی وذلك جزاء الكافرين ئەوە سزای کافرانە لە دنیای کە خوای گەورە هەڕیشتیان دەکەوە لە قیامەتێش ئەگەر بەردەوام لەسەر کوفرەکەیان ئەوەی کەوا دەمینێتەوە بەردەوام لەسەر کوفرەکەی ئەوە بەتەکید جەهەنەم چاوەڕوای دەکا ئەوەی تریش ئەوەی لە کافرەکان کە ئەو سزایان بە چاوی خۆیان دیت مانەوە خوای گەورە دەفەرمێت ثم يتوب الله من بعد ذلك لە دوای ئەوە کەوا خوای گەورە کافرەکانی سزادا پاشان الله تعالی تەوبە قبول دەکا لە کەسانێک کەوا خوای گەورە ویستی لەسەر بە مەشیئەتی خۆی کەوا ئەو پەڕی حکمت و عەدالەتی تێدایە و چێ شایستەی ئەو تەوبەیە خوای گەورە لێ قبول دەکا والله غفور رحيم. جاوكو لا تفسير قاسمي دله ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما يشاء أي منهم واتلكافر كان الله تعالى لو أنا لكسانك خوای گەورە موفقيان دەکا لو توبە کردن لەیان قبول دەکا لحكمة تقتضي دیارە مەشیئەتی خوای گەورەش ئەو پەڕی حکمەتی تێدا کەوا ئەوانە شایستەی ئەوەنە کە خوای گەورە هیدایەتیان بدە أي يوفقه للإسلام خوای گەورە موفقی دەکا لەبۆ مسلمان بوون. لتفسير السعدي دەڵێ فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم کەواتە لەو کافرانی کەوا لەو واقعە لە حونەین شکان بەرامبەر بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە دوای دابەزین سەکینەتی خوا سبحانه وتعالى و لە دوای دابەزینی مەلائکەتی تر ئەوە شکستیان هێنا بەڵام زۆرێک لەوانە کەمانەوە لە کافرەکان دفرمي فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم زورك لوانا خواي قورة توبي موفق لو توبوا لي قبول كردن صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين هاتنا خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسلمانتي وبتوبة كردنوا وكو ابن عاشور اجداليه ثم يتوب الله فيه ثم يتوب الله ليردك خواي قورة دفرمي
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء دەفەرمی فيه التعبير بفعل المضارع کەواتە صيغەکەی کە خوای گەورە هینایەتەوە بە فعل مضارع يتوب نەک فعل ماضي فعل مضارع چی لێ وەردەگیرێ للإشارة إلى إفادة تجدد التوبة على كل من تاب إلى الله تعالى كواتا يتوب دیارە وەک فعل مضارع مانای تەجەدد و نوێبوونەوەی تێدا کەواتە ئەوەی کە خوای گەورە تەوبەشی لێ قبول دەکات پێویستە بە بەردەوامی تەوبەکەی نوێ بکاتەوە چونکە بەڕاستی هەرمان بە تەوبە هەیە هەتا مردن مەقامێک نییە بڵێ وەڵڵا لێ خلاص بم و کۆتایی نە چونکە بەردەوام ئینسان لە تەقسیر و کەم و کورتیدا بەردەوام پێویستە تەوبە بکە سەید المستەغفرینیش صلى الله عليه وسلم کەوا لە هەموو کەسێک زیاتر تەوبەی دەکرد لەگەڵەوەش کە خوای گەورە لە گوناهی پێشین و پاشترێ خۆش ببوو والله غفور والمعاصي ئیتر لە دوای تەوبەکە فرو گوناهانی کە کردیتیان رب العالم تەجاوز دەکا و لێیان خۆش دەبی و هم نەکە لێیان خۆش دەبی فەزلیان لەگەڵ پاداشیان داتەوە بۆی کەوا مۆفەقیان دەکا لە کردەوەی چاک و لێیان قبول دەکا لە تەفسیری سعدی دەرێ والله غفور رحیم ئەی ذو مەغفرة واسعة الله تعالى خاون لێبوردوونێکی زۆر فراوانە عامة رحمته مهربانية قشتي يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين كاتبوا مغفرة واسعة بو رحمة عامه لقناهي هرق ورخوش دبي أوانيك توبيان كذا ويرحمهم بالتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم وقبول توبتهم كاتا بمغفرتك ليان خوش دبي برحمتكشي موفقیان دەکا لە بۆی تەوبە بکەن تاعەت و کردەوەی چاک بکەن و هەروها لە تاوانە گەورەکانیان خۆش دەبی و تەوبەکان لێ قبول دەکا لێ دەڵێ ئەسەن ئەحەد من مەغفرەته وەڕەحمەته هیچ کەسێک با بێهیوا نەبی لە مەغفرەت و ڕەحمەتی الله تعالى ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل ئیتر هەرچەندە گوناه و جەریمەی کردی ئەوەی کردیتی مادام تەوبەی بکە مادام نەگەیشتە سەر مەرگ مادام قیامەتدا نەهاتێ مەجالی تێدایە کە خوای گەورە لێی قبول بکە اینجا لە ئاەتی دواتر رب العالمین دەفەرمێ یا ئەیها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ئەی کۆمەڵی بڕواداران مشریکەکان هیچ نین تەنها شتێکی پیس نەبی نەجەسن پیسن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لدواي صالة مقصد لو بزيك والله أعلم وكباسي دكين لو كاتوا لو صالة كواتي دا بزي نابي لدواي أو صالة ومشركة مزقوتي حرام ببن وإن فيغنيكم الله من فضله وإن خفتم عيلة أجر ترسان لنهاتني مشركة كان بازارتان خوش نبيو توشي زرر بين فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء أجر الله تعالى بيوي لا شيء ديك أخوي قول بفضل خوي دولة من تاندكا إن الله عليم حكيم بيقمان الله تعالى هم عليمة هم حكيمة ابن عاشور ضلي مناسبة أو آت بيشو خوي أنها رجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام وبس ما بس تسيا كمشركة كان بين مسجد الحرام المفاد بقوله ما كان للمشرك أن يعمل مساجد الله كاتك بيشتر خوي يقول فرمي مشركة كان لبها نهاتي مزقفت كان إخوة أو دام بكنوا جيء به ليرد ايتر فرمي أو آتهاتية لتأكيد الأمر بإبعاد من المسجد الحرام ليرد تأكيد لسوي دكاتوك فعلا نابي مشركة كان نزيشي مزقوتي حرام بابنه مع تعليله بعلة أخرى تقتضي إبعادهم عنه ليرد دي كذا خاطروا كابويت السبب لو كأوانا بيويستا دور بخرينوا وهي أنهم نجس
لبروي مشرك كان بيسا فقد علل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر لا كان بيشتر فرمولويا أوان لبوان نات مزقوتي حرام أو دام كانوا لكاتك دا أوان بخوان شاهدي لسر كفر خوان دن بكار كردو كان خوان ليرش سببش كباز كان ورد في المشركة كان بيسا فليسوا أهلا لتعمير المسجد المبني للتوحيد إتر لكاتك دا أوان بخوان شاهدي لسر خوان دن بكفر إتر أوان أهل نين مزقوتي حرام أودان كانوا كأصل أودان توحيدا وعلمنا بأنهم نجس كلير باز كابوي كوا بري أو ناكري مشركة كان كوا بيسا نزيشي أو مزقوتا بكونوا يا أيها الذين آمنوا وكل تفسير قاسم ده يا أيها الذين آمنوا أي المطهرة بواطنهم بالإيمان أو إيمان داراني كوا ضلوا دروني خيدي خاوينا بزانا إنما المشركون نجس لا تفسير قاسم ده أي ذو نجس أو مشركان خاوني بيسين لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس كواتا أوان خاوني بيسين تبيسيا شامبيا عقيدة شرط شامبيا كوا شركة كبيسة فهو مجاز عن خبث الباطن وفساد العقيدة كواتا يتلير داوكو تعبير مجازية تعبير لا بيسي باطن فاسدي عقيدة كيان دكاتوكو أو عقيدة هل يانجت عقيدة فاسد بوخلواتا يعني تحقة بخوشيا ببدانيش بيسن لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم يعني أوتا فعلا لبروان غسل خوان درناين خوان خاوان ناكنوا خوان لبيسي خاوان ناكنوا يتر لويا بنجز بهاتنا أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها يعني وتاكد إنما المشركون نجاس كواتحر خدي خوان بيسا مبالغة في وصفهم بها وفوق مبالغيك لو كوا فعلا وصفي عندك كوا خدي خوان أنا بعين خوان بيسا لبروي هالقري عقيدة بيسا إنما المشركون نجس وكل تفسير سعديد الله أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم عقيديان لكارو كردوكانيان وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا تسبي سيك لو عقيدي بيسترا لو يكواكسك لقل الله تعالى فرستراوانيش بحق لقل الله تعالى فرستراوانيش بنا حق دا فرستي كوا نزر يان هي لقازان زو هيتي شامبينا كري وأعمالهم ما بين محاربة لله أعمال كردوكان يانسي أو عقيديان لقل الله تعالى غير الله تعالى دا برستن كواشان برستنين كارو كردوكان شامبريتي الله محاربة كردني الله تعالى وهلوها ريقري كردن لا سبيل ريقاي الله تعالى وهلوها نصر الدان وبصر خستني باطل رد كردنوي حق وهروها فسادي أنزام دان لسروي زبي نوق إصلاح فسادي أنزام دان لو فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم كواتا لو بيستا أواني كوا عقيدة وكرد وكان هندا بيسا بيستا أشرف بقعة لسروي زبي كوا مسجد الحرام بيستا لو بيسان خابهم يتوا زاوكو دلي وليس المراد هنا نجاسة البدن إتر السعدي رحمة خوالي بدله ما بس ليرى نجاسة بيسي لا شو بدن يعني فإن الكافر كغيره طاهر البدن كافرش وكو غير خوي وكو بشر إنسانك بدنك خاونا بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية ومباشرتها ولم يأمر بغسل ما أصاب منها فبالقوي حلال مسلمانك بتي جولكيك يان ديان كان أهل كتاب بيان خوازي لكاتك دا أوانج بنا آيات خواهي قرب كافر كوات كاتك دبتخي زين طبعا ليش نزيك دبيتو إتر نجس نينا وكلا شو بدن
بەڵام عەقیدە و کار و کردەوەیان نەچسە. والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ومسلمانانیش دەڵفەرمی بەگشتی بەردەوام لە تەعاملکردنیان لەگەڵ کافران و دەستلێدان لە لاشەی کافران. ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات. لە هیچ مسلمانێک نەقل نەکرا کەوا بێزی لە کەس لە بەدەنی کافرێک بوو بیتەوە وەکو بێزی لە شتێکی پیس دەبیتەوە. وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك. بەڵکو پیساتیەکان بریتە لە پیساتێکی معنەوی لەو عەقیدەی کەوا شرکی تێدایە. فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة. کەواتە وەکو عەقیدەی یەکتاپەرستی و ئیمان خاوێنیە لە مقابلدا شرک نەجاسەتە و هەروەها کار و کردەوەکانیشیان پیسە وەکو باسی کرد. والله أعلم. دیارە ئاەتەکە شتی زیاترمان تێدا باسی بکەین بەڵام لەبەرتەوە بوون کات دەوەستین بە پشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.